السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أم محمود أبو العلا من قناة لقمة ولمة. النهاردة إن شاء الله هعمل معاكم الرز بشعرية للمبتدئين وللناس برضو اللي بتعرف تعمله، لأن الرز له تكاته وله حركاته علشان ما يطلعش معاكي معجن. أول حاجة الاختيار في الشعرية تكون رفيعة، ما تجيبهاش تخينة ويكون لونها الصفار بتاعها فاقع زي ما انت شايفة معايا. هتحطي معلقتين زيت أو 3 معالق زيت على معلقتين سمنة، وتسيبيهم لما يسيحوا مع بعض تنزلي عليهم بالشعرية. انا عاملة كوبايتين رز، فهحط عليهم كوباية ونص شعرية، علشان يعني ده المقدار المناسب، ان لا الشعرية تكون كتير جدا ولا تكون قليلة، لان احنا بنعمل رز بالشعرية مش شعرية بالرز. بتفضلي تقلبي فيها، ما تبطليش تقليب لحد لما تديك اللون اللي انت عايزاه. لان طبعا الشعرية لو انت سبتيها قلبتي يعني شوية بعد شوية كده، هتلاقي جنب اتحمر وجنب لسه مديك اللون اللي هو الابيض، فما تيجي تعملي الرز مش هيعجبك اللون في الاخر. فحاولي ان انت تدنك تقلبي، ركزي مع الشعرية لغاية لما تتحمر وتديك اللون اللي انت عايزاه زي ما انت شايفة كده. طبعا الرز بيكون انا غسلاه ومصفياه من المية. بضيف الرز على الشعرية وتفضلي تقلبي حوالي دقيقتين او 3 دقايق علشان يديك اللون الجميل اللي انت شايفاه. اهم حاجة ان انت تحمريهم مع بعض، يعني من غير مية قبل ما تحطي المية عليهم. بعد كده بتضيفي الملح وبتجيبي المية. حابة تحطي مية مغلية ماشي مفيش مشكلة، مية من الحنفية برضك نفس النظام عادي، مش هتفرق. بس انا بفضل مية من الحنفية، علشان المية المغلية هتخليه يغلي بسرعة، فممكن ان هو ما يلحقش يستوي وبرضه يطلع مش الايه الدرجة اللي انت عايزاها او الحاجة اللي انت عايزاها. فانا بحط ميه من الحنفيه علشان ما يغلي مع بعضه زي ما انت شايفه، يقوم يستوي على يعني الرز عامه بيستوي على نار هاديه. بتوطي النار يغلي معاكي، توطي النار بقى خالص وتغطيه وتسيبيه لحد لما يستوي ويطلع معاكي بالمنظر الجميل اللي انت شايفاه. ما شاء الله الرز مفلفله، مش متعجنه. الزيت بيديها لمعان بيخلي الرز ما يتعجنش. اوعي تعملي الرز بسمنه، بس لازم تحطي زيت ويطلع معاكي بالمنظر وبالطريقه وبالشكل اللي انت شايفاه ده. يعني ما شاء الله بألف هنا وشفا لكل اللي هيعمل الطريقه. هتطلع معاه جميله جدا. ما تنسوش قناه لقمه ولمه بالاشتراك واللايك وتفعيل الجرس وتعليق حلو جميل منكم كده عشان يوصلكم كل جديد من قناه لقمه ولمه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.